السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هل ينفع أدخل طب بيطري من كلية زراعة؟ ينفع. هل ينفع أفتح معمل تحليل بشري من كلية زراعة؟ ينفع. هل ينفع إن أنا أبقى أخصائي تغذية علاجية من زراعة؟ ينفع. التلاتة ينفع؟ ينفع. طيب إيه دليلك؟ دليلي أول حاجة الصورة اللي هتظهر قدامكم دي صورة بتقول إن خريج كلية زراعة أو الحاصل على بكالوريوس زراعة، تمام، ينفع يدخل طب بيطري، بس يبقى داخل كلية زراعة قسم إنتاج حيواني. في قسم في كلية زراعة اسمه إنتاج حيواني، ده بينفع يفتح منه ينفع يدخل منه كلية طب بيطري. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيخش كلية زراعة يتخصص قسم إنتاج حيواني، بعدين بيقدم اما بيخلص الكلية بيقدم على طب بيطري المنصورة وبيتقبل ان شاء الله. طيب هي دي بفلوس؟ بفلوس. بكام مش عارف. طيب ايه تاني؟ بس ده بالنسبة لأول موضوع. ده الأول موضوع. ايه الفرق بين المهندس الزراعي وبين الطبيب البيطري؟ ده باذن الله هيقولوا لنا الباشمهندس عبد الرحمن، بس بعد ما اقول على الموضوعين التانيين على طول. وباذن الله هقول لكم على تنسيق الكليه واقسام وكل حاجه خاصه بالكليه. طيب هل ينفع افتح معمل تحليل من كليه زراعه؟ ينفع تفتح معمل تحليل بشري من كليه زراعه، اللي هو خاص، اللي هو بياخد بلازما الدم ومش عارف ايه وبيعمل عينات وتحاليل والكلام ده كله. هو بالظبط. تمام. طيب ايه دليلك؟ الصوره اللي هتظهر قدامكم برضو دي صوره خاصه بباشمهندس طبعا زراعي، اهو مكتوب حاصل على بكالوريوس علوم زراعيه، حاصل على بكالوريوس زراعه. الشخص ده فتح معمل تحليلي زي ما موضح قدامكم في الصوره، وختم النسر موجود وكل حاجه موجوده. تمام. طيب الحاجه الثالثه، هل في نقطه هنا بس ما نسيت اقولها. ايه الفرق بين اخصائي التغذيه وبين بين اخصائي تحاليل ودكتور تحاليل؟ مفيش فرق. الفرق بيقولوا في المسمى بس، ان ده بيقولوا اخصائي تغذيه تحاليل وده دكتور تحاليل. بس من وجهه نظري ان الاثنين بيتخرجوا هم يعني نفس الشغل، هو ده. تمام. في ايه؟ في ان المهندس الزراعي بيتخرج بيفتح معمل تحاليل، والدكتور اللي هو بيبقى مثلا طبيب بشري بيدخل طب بشري بيتخصص في التحاليل. هما الاثنين في المعمل نفس الكلام، بيفتحوا معمل هما بالظبط. طيب والمفاجأة اللي في الفيديو ده ان خريج زراعة التاني بقى خد لقب دكتور تحاليل. خد لقب زي ما هتظهر قدامكم في الصورة اهو، مكتوب ان طالب زراعة خد لقب دكتور، او بقى يحق ليه لقب دكتور في معامل التحاليل. تمام. النقطة الثالثة، هل ينفع ابقى اخصائي تغذية؟ ينفع تبقى اخصائي تغذية من كلية زراعة. بتعمل دبلومة. تمام. بعد ما تخلص الكلية بتعمل دبلومة بسيطة كده، بتبقى دبلومة تغذية بتتخصص فيها، بتبقى اخصائي تغذيه. اخصائي تغذيه بتتكلم عن تغذيه الانسان، بتتكلم عن الاكلات والوجبات والرجيم والكلام ده كله. تمام. والموضوع ده جميل جدا. مثلا في فندق معين او فنادق مثلا في مصر، انت بتحدد الوجبات مثلا في الكلام ده كله. الموضوع بصراحه ممتع جدا، وانا ان شاء الله برضو ناخد الدبلومه دي او اتعلم الدبلومه دي من دلوقتي، عشان هطلع في فيديوهات ان شاء الله اتكلم فيها عن تغذيه الانسان وايه الاكلات المفيده وايه الحاجات الضاره والكلام ده كله. الموضوع بصراحه عجبني انا جدا. فينفع الثلاثه. ينفع انك تفتح معمل تحاليل بشري باسمك ومرخص، وبتتكلم طبعا، بتكلم المحامي بيخلص لك الاجراءات والاوراق والحاجات دي كلها. طيب ينفع زي ما قلنا وتدخل طب بيطري من زراعه. واخر حاجه، ينفع تبقى اخصائي تغذيه من زراعه، يعني معمل تحاليل وطب بيطري واخصائي تغذيه من زراعه. طيب انا اصلا بقول الكلام ده كله، واللي بيخشوا الكليه بيبقوا نفسهم بقى يقولوا ده انا عايز مش عارف افتح معمل تحاليل وكده، بيخش يكتشف ان الاقسام اصلا جميله جدا، فمحدش بيفتح معامل، او قليل اللي بيعملوا الموضوع ده، قليل جدا كمان. فالموضوع زي ما انا قلت لكم، هنشوف برضو الاقسام مع بعض ان شاء الله، وهنشوف. انا كده خلاص خلصت كلامي. قبل ما انسى، في استاذ طبعا كان يعني بنته كانت عايزه تخش الكليه. هو قال لها لا، ده الكليه دي خاصه بالشباب. لا، الكليه مش خاصه بالشباب خالص، الكليه خاصه بالبنات والشباب. والكليه بصراحه عمليه جدا جدا جدا، والكليه تنسيقها بيرفع كل سنه بطريقه رهيبه. انا 2018 دخلت الكليه من مكان معين بتقريبا 69%، 68%. كان المكان ده بيقبل من 67 و8 تقريبا. تاني سنة رفع حوالي 10%، بقى مش عارف من 78%. انتوا متخيلين الرفعة 10%.
فالرقم كبير جدا. كليه زراعه على سنتي عين شمس اللي انا دخلتها كانت بتقبل من 84.6، تاني سنه قبلت من 4 تاني سنه قبلت من 89، والقاهره كانت مش عارف في السنه دي من 87، والسنه اللي بعدها اللي هي 2019، انا بتكلم 2018 2019 تمام. 2019 وصلت القاهره ل 91%، وان شاء الله السنه دي الكليه هترفع لحد واحد ممكن يعني زراعه تقبل حد تطلع توصل لحد 93%. انتوا متخيلين الرقم؟ او اكتر كمان باذن الله. ده بالنسبه للقاهره، وبالنسبه لعين شمس الثانيه هتنط وراها في التسعينات، لان الكليه والله كل سنه بترفع بطريقه رهيبه. عندي واحد صاحبي من دفعه 2017 تمام. دفعه 2017 بيقول لي ان في 2017 التنسيق كان نازل جدا ما عدا كليه زراعه اللي كانت طالعه فوق، وفعلا ده اللي حصل. طيب جا في 2018 الكليه كانت قبل مثلا من المجموع اللي هيظهر قدامكم برضه. بص كل حاجه ان شاء الله هحطها لكم في الفيديو. حطيت لكم صور معامل التحاليل او صور الورقه الخاص بيها، وصور طب بيطري. هتلاقوا ان شاء الله الصوره اللي هي ظهرت بالسهم الاحمر هتظهر قدامكم مره تانية اهو. السهم الاحمر ده بيشير ان طالب زراعه يحق ليه ان هو يخش كليه طب بيطري تمام، لما بيخلصها بيقدم عليها. طيب انا كده خلاص موضوعي انتهى في الفيديو خلاص على كده. بس حابب اوجه رساله للاستاذ اللي يعني بنته نفسها تخش الكليه، هو بيقول لها مثلا الكليه للشباب بس، او مانعها ان هي تخش الكليه. الكليه جميله جدا يا عمي، والله العظيم جميله جدا. الكليه تنسيقها لو هي مش كويسه او مش جميله بالطريقه دي ما كانش رفع كل سنه بالطريقه المهوله دي. كل سنه التنسيق بيرفع جدا. الكليه عمليه، فحرام لما بنت تبقى يعني تقعد تدرس ده كله وتخش كليه من الكليات الادبيه. يعني مش باهين الكليات الادبيه لا طبعا، بس احنا كعلم علوم درسنا علوم ودرسنا الكلام ده كله. فحرام لما نخلص الكليه ونروح ندرس في مكان او ندرس في كلام ادبي احنا مش شايفين ان هو هيفيدنا اكتر. فده رجاء خاص لحضرتك طبعا. الكليه زي ما قلت لحضرتك جميله جدا، بتقبل من علم علوم فقط وعلم رياضه، علم علوم وعلم رياضه فقط. فزي ما قلت كده الكليه بتقبل من علم علوم وعلم رياضه فقط، ما بتقبلش طلاب الادبي. فهي كليه علميه. في الكليه بناخد المحاضره وبعدين نطلع على السكشن تمام. بعدين نطلع على السكشن نطبق الكلام ده عملي تمام. فالسكشن المحاضره هي المحاضره اللي بنتكلم فيها نظري او الدكتور بيتكلم فيها نظري ويشرح لنا الكلام. بعدين ده دي المحاضره. اما السكشن بنطلع على السكشن نلبس البلطو نخش السكشن نبتدي بقى نطبق الكلام ده عملي، سواء كان تشريح سواء كان معامل الكيمياء نعمل فيها تجارب الكيمياء، سواء كان اي معامل من معامل الكليه. طبعا كل معمل سواء كان مثلا معمل بنعمل فيه تجارب لعينات الارض والكلام ده كله على حسب المحاضره والسكشن. فانا خلاص كده موضوعي انتهى في الفيديو. وبتمنى رجاء خاص لحضرتك يعني طالما بنت حضرتك نفسها في الكليه وهي علم علوم ونفسها تخش الكليه دي، فده بصراحه مستقبلها. وهي بدل ما تخش كليه تانية وترجع تقول ده انا كان نفسي في الكليه دي والكليه دي مثلا بقت كليه تنسيقها عالي جدا وهي كليه يعني انا مش عارف ايه العيب اللي فيها بصراحه. لو حضرتك بتتكلم ان هي ملهاش شغل البنات، لا ليها شغل البنات كتير جدا. وهي ما تخش الكليه طبعا هتعرف من زميلاتها الموضوع ده. الكليه والله يعني الحمد من غير حلفان طبعا. اسال حضرتك اسال عليها، وبرضه هتظهر في الاخر صور للكليه. انا يعني مش عايز اطول في الفيديو ده زياده عن كده، عشان لو طولت يعني لسه في الصور قدامكم هعرضها لكم ان شاء الله. صور التنسيق هعرض لكم صور تنسيق الكليه وصور اقسام الكليه، والفيديو هينتهي على كده. وطبعا كده انا موضوعي انتهى في الفيديو ده. والريكورد اللي هتسمعوه ده لما قلت لكم ايه الفرق في اول الفيديو بين الدكتور البيطري او الطبيب البيطري وبين المهندس الزراعي، ده اللي هيتفضل الباشمهندس عبد الرحمن يقوله. الفرق بين الطبيب البيطري والمهندس الزراعي خريج إنتاج حيواني وداجني، سواء في مزارع الدواجن أو مزارع اللارج أنيمال. فالطبيب البيطري له وظيفة تختلف تماما عن وظيفة المهندس الزراعي. ايه وظيفة الطبيب البيطري وايه وظيفة المهندس الزراعي في المزرعة؟ وظيفة الطبيب البيطري اللي هو بيشخص المرض ويعالجه، ما بيعملش حاجة تاني. بيشوف ايه المرض اللي أصاب القطيع ويشخص ويشرح ويعالجه، تمام. اما وظيفة المهندس الزراعي اللي هو مسؤول عن كل حاجة في العنبر من اولها لاخرها، مسؤول عن كل حاجة، مسؤول عن برامج التغذية، مسؤول عن برامج الرعاية، مسؤول عن التربية، مسؤول عن برامج الإضاءة والإظلام، مسؤول عن كل حاجة في العنبر من أولها لآخرها. عشان كده هتلاقي المهندس الزراعي بيبقى دايما
مقيم بصفة دائمة في المزرعة، ما بيرجعش إلا مثلا كل فترة، كل شهر مثلا ليه أجازة، أو كل أسبوع. لكن الطبيب البيطري بيروح ويجي، بيروح ويجي، ما بيباتش في المزرعة، عكس المهندس الزراعي. لأن المهندس الزراعي في المزرعة بيبقى مسؤول عن كل حاجة، عكس الطبيب البيطري اللي هو مسؤول عن الأمراض فقط لا غير. فبالتالي أهمية المهندس الزراعي لا تختلف، لا تقل أهمية عن الطبيب البيطري نهائي. بالعكس، ممكن المهندس الزراعي يكون أهميته أكتر من الطبيب البيطري في المزرعة. ولو المهندس الزراعي اللي ماسك المزرعة شاطر وكويس، ممكن يعني مع الوقت، اللي هو مش عايز اقول لا يحل محل الطبيب البيطري، لا، بس اللي هو ممكن يعرف يشخص الامراض شويه. يخش على وظيفه الطبيب البيطري بس مش قوي، لكن برضو كل واحد ليه وظيفته في المزرعه. اقسام الكليه هم 7 اقسام، ما عدا قسم رياضه مش هيظهر وانا اقوله لكم دلوقتي. قسم رياضه ليه 3 تخصصات: تخصص ميكنه زراعيه، وتخصص ري، او هو تخصصين تقريبا: تخصص الميكنه الزراعيه والات ومعدات زراعيه، وتخصص شبكات الري، مهندس شبكات ري. تمام. ده بالنسبه لعلم رياضه. وتنسيق علم رياضه تقريبا بيبقى اقل من تنسيق علم علوم في كليه زراعه. انا كده موضوع خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.